مش مع علي انا هطلع وهقول لكم احنا قبل كده وقفنا جنب رقيه، وهبعت لكم الصور. ارجوك خد مني الصور بتاعت رقيه خفت. مين الست اللي كانت بتبعت فلوس من سويسرا؟ اسمها ايه يا ولاد؟ ليلى مقلد. مين اللي دخلت بالتيك توكر، داخله على تيك توكر تانية تعبانه وتقول لها قومي، انت مش عجباني، خدي الفلوس اهي بس انت مش عجباني لازم تقومي، يعني قومي ما تفضحيناش. وليه الحاجات دي بتتصور؟ وعم احمد ده الراجل الكبير، وبعدين كل الناس يا جماعه كومبلين واحده، شكوى واحده بس هو ان جنبهم بيوجعهم، الفتحه بتاعت بطنهم بتوجعهم. كل الناس دي يعني مش كل كتير، يعني مثلا ابراهيم، اسمه ابراهيم ايه يا جماعه؟ ابراهيم شيكا، ابراهيم الطوخي، دينا مراجيح، مين تاني؟ عم احمد. مش غريبه دي، ده القاسم المشترك ما بينهم. فيعني الحقيقه دي اسئله بحب اضيفها علامه استفهام، ممكن تكون يعني انها محتاجه اجابه. يعني مين الست دي اللي بعت لهم فلوس من سويسرا يعني؟ وليه دايما قبل الوفاه وبعد كده تحصل الوفاه؟ وبعدين التيك توكر اللي راحت فيه كلمه بتلفت نظري، بس لازم تقومي بزعيق كده، لازم تقومي انت مش عجباني، يعني قومي ما تفضحيناش توديناش في داهيه. انا شمس وعايزه احكي ايه اللي حصل لي بالظبط. انا كنت متجوزه سعد محمود حنفي الشهير بسعد الصغير. كنت حامل في 7 شهور وخطفني من اسكندريه للقاهره، والبيبي كانت كبيره 7 شهور، يعني بيبي كبيره. احنا هنحتاج 3 إبر علشان الطفله كبيره وهنحتاج 3 إبر، الإبره ب5000 جنيه. فقال له يلا العمليات. راح الدكتور. طبعا هي كانت عيادة صغيرة في شارع أحمد عرابي في المهندسين، وكنا الساعة 2 بالليل. فلقيت الدكتور جايب كيس زبالة كده، وهو واقف قدامي، أنا شايفاهم الاتنين واقفين بيتكلموا، والدكتور بيديله كيس الزبالة ومطلع له كف إيد البنت، يعني علشان يثبت له يعني إن هو عمل العملية. شغال بلومتك عند وفاء عامر يا سعد. طب انت ايه مالك؟ لا انا كنت انت عارف ايه، انت عرفت ازاي كده الموضوع ده؟ ايه مش كنت بتروح انت اللي تجيب ايتن عامر من المدرسه وهي صغيره وترجع تجيب لهم الحاجات في البيت؟ بس كنت شغال عندهم، كانوا هم حابيني. كانت وفاء عامر يعني هي اول واحده قالت لي انت ربنا يكرمك، فرحت البيت طبعا عندهم طبعا، وبقيت خلاص يعني. عرفتك منين وفاء عامر؟ كنت بطبل وبغني في المسرحيه كده، ما كنتش معروفه، شافتني قالت لي انت ربنا يكرمك، فطبعا خدت عليه، رحت البيت طبعا. قطع بنتي حتت، اكيد انا هفضل كده لحد ما اخد حقي. انا اتظلمت وانا المفروض مصريه واعتراف مستجاب. سعد دايما بيعمل عمر، فعمل حكايه مع الفنانه شمس عبر زوم. فنانه شمس، الو. مساء الخير، زي حضرتك استاذ احمد؟ اهلا بيك يا شمس. الصوره اهي ظهرت معانا. عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله، ربنا يخلي حضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. وانتي طيبه، وبعود الايام كده وكفايه الاعتراف اللي حاصل من عند الكعبه ده في حد ذاته، يعني في الايام المفترجه دي اعتراف كبير ببراءتك. مظبوط. انا عايزه اقول لحضرتك ان في حاجات كتير قوي انا ما كنتش اعرفها، عايزه اتكلم عنها لو وقتك يسمح. اتفضلي. دي الحقيقه. عشان كده انا على فكره استاذ احمد، انا اول حاجه انا بحترم حضرتك جدا وبحبك جدا وان شاء الله ربنا هيجازيك خير، علشان حضرتك يعني بتحاول تثبت الحقيقه. يجازيك خير علشان حضرتك يعني بتحاول تثبت الحقيقه.
دي الحقيقة فعلا. يعني ما فيش حد هيطلع بقى يقول من بيت ربنا أصل أنا كنت شارب، أصل حد ضحك عليا، والكلام اللي هو بيقوله طول الوقت، اللي المفروض خلاص الناس هي عرفت حقيقته. ان انا اصلا ان انا اتفق عليا وانه دمر حياتي ودمر مستقبلي، وانه حرمني اكون ام، وانه قضى على حياتي بالكامل. فهو من بيت ربنا بيقول هي بريئة. آلاء محمد المغربي هي مظلومة، وربنا عارف ان انت بريئة ومظلومة. دي اول حاجة. تاني حاجة انه انا فوجئت واتصدمت انه البلطجية اللي جابهم لي وولدني بالعافية وقتل بنتي هو عمل كده كمان مع مرات اخوه. يعني انا ما كنتش انا اعرف. كانت ضيفتي فعلا مدام هبه، كانت ضيفتي هنا. هاتولي على الشاشه الكبيره هنا بعد اذنكم اللايف. طلعتي هذه التصريحات. المفروض ان هو كان رايح تاني يوم يرد، ولكن قفل تليفونه والموضوع خلص. انت قاعده في مطعم ولا بعد اطلالتي كان بقول لك معلومات؟ يعني هو كان هيطلع يرد ولكن ما لقاش حاجه ينفع يرد بيها، فتهرب من هذا البرنامج اللي كان المفروض متفق انه يبقى ضيف فيه تاني يوم بعدك، يوم الخميس امبارح. انا بس عايزه اقول لحضرتك، وعايزه اقول للساده اللي بيتفرجوا علينا، للساده المشاهدين وللاعلام وللقانون نفسه. بس استاذ احمد هو لازم يتحاسب. يعني تخيل حضرتك البلطجه انه هو عنده عقده بيجهض الحوامل، يعني هو بيخطف ويقتل حوامل. انا بجد اتصدمت. طيب يعني وانت بتقولي الكلام ده ليه نزلتي الصور الاخيره بتقبيله ليكي في كل انحاء جسمك؟ وده فكر الناس بالفيديو الشهير القديم بتاع الشراب وبتاع الكلام ده، ان هو برضو الكلام ده كان امتى؟ طبيعه المقابله بينك وبين سعد الصغير دي كانت امتى تحديدا؟ استاذ احمد هو طول الوقت بيعمل كده علشان ارجع له. انا اتظلمت وانا عايزه حق بنتي، وعايزه حق مستقبلي، وعايزه حق بابايا اللي توفى وما شفتهوش. الصوره دي مش قديمه، الصور اللي انت نزلتيها يا شمس مش قديمه، ده شكل حديث ليه بشكله بشعره اللي هو الجديد ده بالباروكه. بالباروكه. يعني بصراحه انا قصدي الاطلاله بتاعته واضحه ان هي قريب. دي كانت امتى المقابله دي تحديدا يا شمس؟ دي كانت من حوالي شهر. ايوه ارجعي لي وانا هصلح كل اللي انا عملته. وانا نزلت لحضرتك وللناس فويس بصوته وهو بيقول انا عايز اصلح اللي انا عملته، انا قتلت بنتك، انا عملت. شمس خليكي معانا ثانيه كده، قالوا لي ان معانا الفويس ده، بعد اذنك خليكي معانا نشوف كده ايه التصريح الصوتي لسعد الصغير. ايضا في نوع من انواع الاعتراف، نسمعه وشمس معانا على الهواء. انت اللي اتقتلت اللي هي انت كنت حامل فيها، ده موضوع. الموضوع الثاني اللي عايز ادخل فيه ايه حكايه ان انت صرحتي ايضا بان في امضاء خاص بيه هو شخصيا في استلام البنت اللي انت متهمه بخطفها وما شابه، لان سعد طلع اتكلم ان انت خطفتيها وبعتيها لاثرياء عرب وكلام كده. طب حضرتك يعني انا لو خطفتها وبعتها هو ازاي هيقول من الكعبه ربنا عارف آلاء فلانه انك مظلومه وبريئه؟ يعني حضرتك هو بالعقل. طب يعني بعتها فين؟ يعني بحها ازاي وانا يعني وهو قطع بنتي؟ اي عقل وبعدين حضرتك هو ماضي اقرار ماضي وباصم عليه بخط ايده. يعني صورة الاقرار على الهوا دلوقتي. وعايز اقول لك واحنا بنتكلم مع بعض مدام هبه فوزي او هبه عامر بتبعت لك وبتقول لك انا متعاونه معاكي ومتضامنه معاكي جدا يا شمس، وهي بتتفرج علينا دلوقتي. انا عايزه اقول لها انا قلبي معاكي، وانا حاسه يعني ايه يعني ابنك يتقتل وانه يعمل لك عاهه في ظهرك وانه يبعت بلطجيه يجهضوكي زي ما عمل فيا بالظبط. بس الفرق ان هو ولدني انا، لكن هي يا عيني اجهضوها. انا عمل لي عاهه في رحمي وهي عمل لها عاهه في ظهرها. فده يعني ده زعيم عصابه. ده البنت فين؟ البنت فين؟ هو اتهام سعد ليكي وانا هاخد لسان حاله. انت وديتي البنت فين؟ بعتيها لمين؟ زورت لها باسبور واديتيها لمين؟ الكلام ده خاصة ان انا عشت الايام دي قريب شوية منكو، وكنت عارف ان ده بالنسبة لك كان اكتر من الضنا البنت دي، واللي انت جازفتي بمستقبلك وحياتك من كتر حبك ليها.
بص حضرتك، انا عندي مفاجآت كتير جدا، ولسه في اقرارات كتير جدا، ولسه في فيديوهات كتير البنت جدا. فين يا لا، شمس؟ مع سعد، اسألوه معاه. هو اللي مضى على استلام الطفلة، والبنت معاه. انا ما اعرفش حاجة عن الموضوع ده. هو بقى يقول بعتها مش بعتها، ما حدش هيصدقه. يعني ده شكل واحدة باعت طفلة. طب انا لو بعتها، طب ما انا كنت جيت مصر ومعايا فلوس قد كده يعني. حضرتك يعني بيقول اي كلام، يعني حسبي الله ونعم الوكيل. وبعدين انا على فكره يا استاذ احمد، انا متبنيه 20 طفل وطفله. انا حرام اقول الكلام ده، بس انا من كتر ما اتحرمت، فانا كل حياتي للاطفال. وانا قد ايه بحب الاطفال لاني اتحرمت منهم. فهو يقول اللي يقوله، يعني انا اسفه. يعني هو مين هيصدقه؟ يعني واحد، يعني انا مش عارفه اقول ايه، بس واحد يعني. اتهام ده على الهوا. هي مدام استاذ هبه احمد، اي حاجه انا بقولها ليها دليل. مفيش ميل يا شمس عشان تاخدي حقوقك؟ طبعا هكمل لحد لما اموت، لان انا كده كده ميته. انا كده كده بعيده عن اهلي. انا كده كده بعيده عن بلدي، لان انا مصريه وما خدتش حقي في بلدي. ومش فاهمه ليه. انا اسفه يعني. انا ده مجرم ليه متساب؟ ده لازم يتحبس، ده لازم يتسجن. ده واحد قتل وخطف ومضى ايصالات امانه بالاكراه. معاكي ايه؟ وقولي لي ايه اجراءاتك وصلت لفين القانونيه؟ استاذ ايمن محفوظ ان شاء الله قريب قوي في مفاجآت. بس انا استاذ ايمن مش عايزني اتكلم يعني ان ديتيلز عن الموضوع بالتفاصيل. بس ان شاء الله يعني هاخد حقي باذن الله، هاخد حقي. اخر حاجه مش انا لوحدي، انا وأهلي. طيب هي مدام هبه عايزه تتواصل معاكي، وهي فريق الاعداد هيبعت لك رقمها. طلته الاسبوع ده خد يوسف افندي وراح لبلوجر مريضه ربنا يعافيها، كانت عملت حادثه وحاجات زي كده، والراجل. استاذ احمد، انا نفسي ارجع بلدي واخد حق بنتي، واخد حق 8 سنين الغربه اللي انا يعني هنا. واحده ست في غربه لوحدها، واحده ست اتظلمت واتحرمت من اهلي واتحرمت من مستقبلي، دمر مستقبلي، عمل لي عاهه مستديمه. انا المفروض واحده ست. انا طبعا عايزه حقي. معلش سؤال اخير قبل ما اقفل معاكي لان الوقت للاسف عدى مني. اخيرا، هو ازاي بتقدري تقنعي راجل معاكي ايا